سلام للجميع ونرحب بالأخ ريبر مرة تانية. عذرا للتأخير، شوي الوقت صعب، يعني الوقت يكون منتصف النهار بتوقيت أوروبا شوي صعب على الناس اللي بتشتغل. بس مع الأسف فرق التوقيت هاي مش معضلة صعب إنها تتدبر بالنسبة إلي. كيفك ريبر؟ تمام، خير. كيفك؟ شو أخبارك؟ تمام. اوكي تمام. منين بدنا نبلش؟ والله الحديث مواضيع ما كثيرة خلص المرة الماضية. مرتبطة ببعضها. مسائل المتعلقة بالشرق الأوسط عموما، والمسائل المتعلقة بالشأن الكردي، المسائل المتعلقة بالشأن السوري، يعني الإيراني. نحن نحن كشرق أوسطيين عم نمسك 4 5 ملفات مع بعض، مثل اللي شايل 3 4 أضابير بايد واحده او بقبط واحد. بالضبط. كمن يتأبط بضعة رفوف او بضعة أضابير تأبط بإبط واحد. شرا. تأبط شرا. والله نحن نتأبط المصائب يا رجل. والله شو بدك تعمل، ما هذا نحن بلادنا من يوم يومه منحوسة مثل ما بيقولوا، ما عندنا غير المصايب. منين بتحب تبلش؟ بتحب تبلش بالشأن السوري ولا في تطورات بالشأن الكردي الإيراني؟ بدنا لأنه نحكي من نهاية النقطة اللي انتهينا منها نعم. الحكي الماضي، مهم. لنشير إلى أن الصراع بين الدولة التركية وحزب العمال الكردستاني، والذي بدأ عام 1984 وأسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف قتيل، هذا كإحصاء رسمي، لكن العدد يفوق ذلك بكثير. وكما رأينا في الآونة الأخيرة فأن الحزب أعلن عن حل نفسه في 12 من مايو السنة الماضية. أعلن عن نزع السلاح بعد دعوة عبد الله أوجلان لحل الحزب حتى أبريل مايو 2026. هذه العملية الآن كما أسلفنا هي مجمدة بسبب غياب الإصلاحات. الكرد قاموا بما فرض عليهم، لكن الطرف تقوم بأي خطوات، حتى الآن خطوات تذكر، ولا نعتقد أن هذا هو سلام بالفعل، وإنما هي عبارة عن مرحلة انتقالية غير مكتملة. الدولة تشترط نزع السلاح ومن ثم القيام لاحقا بالإصلاحات، بينما القوى الكردية تطالب بالإصلاحات السياسية أولا. وهناك استراتيجية فرق تسد التي تحدثنا عليها في الحلقة الماضية، والتي كان عنوانها تحييد كل الأحزاب الكردية الأخرى لصالح وجود عدو واحد واضح، وهو طرف اسمه حزب العمال الكردستاني. هذا الانقسام كان من الضرورة بمكان لأجل إجهاض القضية الكردية في رقعة جغرافية يكون فيه الكرد أكثرية. الرقعة شمال كردستان التي تهيمن عليها الدولة التركية منذ سايكس بيكو هو الجزء الأكبر جغرافيا من كردستان. طبعا هناك أحزاب أخرى برلمانية مثل حزب دم بارتي وقوى عشائرية. اليوم يتكرر النمط، تفاوض مع جناح والضغط على جناح آخر. خلاصة الوضع أن الصراع لم ينتهي، بل تحول من عسكري إلى سياسي أمني مدار. أما بالنسبة لشأن الكردي في سوريا، وهو انعكاس لما يحدث في تركيا. فالوقائع تؤكد منذ يناير 2026 حدث هجوم واسع من قبل ما يعرف بالحكومة السورية ضد قوات سوريا الديمقراطية، وحصيلة هذا الهجوم الآلاف من القتلى، سواء عسكريين أم مدنيين، ومن الطرفين، والكثير من الأسرى، وما زال ملف الأسرى معلقا، وما زال الكثير من الأسرى أسرى لدى الطرفين، الطرف السوري أكثر.
عملية الدمج كما يقال إعلاميا أنها حققت بعض الخطوات الملموسة، لكن ثمة ملفات كما أسلفنا تتعلق بحقول النفط، بالمعابر، بإدارة السجون. كل تلك الملفات لم تحسم بعد، إلى جانب أن دمشق استعادت بعض المناطق التي كانت تحت سيطرة الإدارة الذاتية كالرقة ودير الزور، وقبلها استعادت منبج التي نعم. والمشروع الكردي في سوريا يمر بمرحلة تفكيك تدريجية، والخيارات الحالية هو الاندماج مع الدولة السورية في ظل صمت أوروبي أمريكي دولي عام نتيجة الانسحاب أو التراجع الأمريكي الجزئي الذي ترك الكرد مكشوفين أمام تركيا ودمشق. الصراع الكردي لنعد إليه هو لديه أشكال. أهم تلك الأشكال تلك الصراعات العسكرية على النفوذ بين بكك وبدك وينك، وأيضا تجسد في الصراع السياسي بين أحزاب الحركة الكردية في غرب كردستان، وهذه الحرب الإعلامية التي لم تتوقف حتى لغاية سقوط النظام وبروز نظام آخر، حيث تم اتفاق على أن يهدأ هذا الصراع الإعلامي بين أحزاب الحركة الكردية والحزب التابع إيديولوجيا لحزب العمال الكردستاني، وهو حزب الاتحاد الديمقراطي الذي يقود الإدارة الذاتية فعليا وميدانيا وهكذا. لا يوجد إلى الآن موقف كردي موحد. الانقسام هو العامل الأكبر في إضعاف هذه القضية، وتركيا وغير تركيا تستفيد بشكل عملي وليس نظري من هذا الانقسام. طبعا وجود حزب العمال الكردستاني الممثل بحزب الاتحاد الديمقراطي، وكذلك وجوده كقوة مهيمنة في سوريا، أعطى شرعية لتركيا بأن تصول وتجول كيفما تريد، ليس فقط في غرب كردستان وإنما في جنوبها، أي في شنغال المعربة سنجار والمناطق المتآخمة على حدودها أيضا. هذه التناقضات تم استثمارها قديما، طبعا زرع الشقاق بين تلك الأحزاب والاستفادة من خلال دعم طرف كردي ضد آخر وفتح قنوات سياسية مع أحزاب وإغلاقها مع أخرى. وتوقيت تجميد العمليات في 2025 وإعلان هذا الحل، حل حزب العمال الكردستاني نفسه، هو من أجل حسابات انتخابية لدى أقطاب أقطاب تركيا السلطويين منهم والمعارضين. فكك أنهى العمل المسلح كما رأينا بشكله وبإطاره الكلاسيكي، ولم يعد ثمة بوادر من ظهور فصائل راديكالية بديلة عنها. هذا الانكماش الذي شهده المشروع الكردي في سوريا كان بسبب الانسحاب الأمريكي، وأيضا بسبب وكذلك عودة الدولة السورية، وذلك بتوافق إسرائيلي تركي فرنسي في مؤتمر باريس الأخير. لا يوجد مشروع كردي حاليا انتهى كقوة مركزية، لكنه لم يستبدل بمشروع سياسي متماسك. خسرنا ككرد في غرب كردستان الحكم الذاتي، نخسره بشكل تدريجي، ويتم الآن تفكيك التهديد العسكري واستثمار الانقسام الكردي رغم التوافق المبدئي الحاصل. القضية الكردية التي لم تحل لكن أعيدت هندستها لصالح تركيا ونظام سوريا الجديد. وبهذه هناك بعض التحليلات المتفائلة والتي تقول أن المشهد السوري هو مشهد لا مركزي، فهناك خصوصية إدارية وفوق إدارية لإدلب مثلا، ومثلها لحماة ومثلها لدرعا. ونعتقد أن سوريا رغم كونها
تتجسد بإطار مركزي شديد، إلا أنها ونتيجة الوقائع والمعطيات على الأرض تنحو منحى اللامركزية. ما يزال المسار غير مكتمل، ولا تزال لهذه الحلقة حلقات أخرى. طيب، في عنا تعليقين من ديما. طبعا ديما من اليائسين من كثر ما أنا محبطة. أنا ما فيني لومها لديما على إحباطها. طبعا ديما بدي لك إنه قيادات الأقليات لازم تعترف إن هني باعوا جماعتهم بالنسبة لمشروع الجولاني. وبتعليق ثاني بتقول لك إنه الجندي الكردي اليوم بيقبض على بطاقة شام كاش ممهورة بالعالم التركي. ومظلوم عبدي بيقول كانت غلطة اجتماع الأقليات بالشمال. طبعا هل كان بالإمكان أفضل مما كان؟ هذا هو السؤال. بعد ما وصلنا لهون وبعد كل شيء صار، هل كان يمكن للقيادات الكردية أن تفعل أفضل مما فعلت؟ بالحقيقة أرى أنه ليس ثمة ما هو أفضل تحققه القيادة الكردية، كون الأطراف الدولية متفقة مع الإقليمية، متفقة برمتها على ترسيم هذا المشهد. فالكرد من موقعهم مجبرون على تقبل هذه الحقيقة وهذه المعادلة وهذه المخرجات، على الرغم من أنهم من الأطراف التي دفعت الثمن الباهظ من أجل التمتع بالحرية من منطلقها الواقعي الذي يستمد لونه من اللامركزية التي كانت عنوان الأقليات من أجل أن تضمن مستقبلها ما بعد نظام الأسد، إلى أنه ثمة تكتم وثمة رغبة دولية في خلط الأوراق وإعادة المشاكل على الطاولة لأسباب كثيرة، منها إرضاء الأتراك وبحجة تأمين الحدود، حدود تركيا الجنوبية. وكذلك جرى أيضا إرضاء إسرائيل من أجل ضبط حدودها في الشمالية. وبهذا فإن الحسابات الدولية هنا جرى استجابة لها على حساب المطالب الجماهيرية أو الشعبية، وهو ما يحدث دائما في الشرق الأوسط، خصوصا حينما يتعلق الأمر بعقد الاتفاقيات، بترسيمها، بإعادة ترسيم المنطقة بما يتوافق مع الأجندات الإقليمية. منذ متى كان هناك أهمية لشعوب الشرق الأوسط؟ منذ متى هي لم ترسم هذه الخرائط برغبتها حتى يكون لديها الحق في تعديل هذه المناطق أو هذه الخرائط التي هي بالأساس من صنع الخارج؟ من ينكر هذه الحقيقة يتعامل مع التاريخ بانتقائية، بمزاجية، وهذا لا يتوافق مع السياسة ومع المنطق السياسي. الشعوب مفعول بها، وهذه الشعوب هي آخر من يحق لها أن تقرر. فالذي يقرر هم الذين يديرون الحروب بالوكالة، والذين دشنوا معالم ما يسمى حقبة الربيع العربي الذي كانت له وقع مأساوي خاصة في سوريا، على الرغم من أن تونس وأن مصر خرجت من هذه الحقبة شبه منتصرة أو شبه متماسكة، إلى أن كل من اليمن وكل من سوريا بقيا على بؤسهما. الأصل أن اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا ومؤتمر
سان ريمو لتوزيع الانتدابات ونظام عصبة الأمم الذي شرعنا الانتداب، كل ذلك لا يمكن التغاضي عنه، هو نسق تاريخي مهم ويجب أن نتفهمه. أن تلك الكيانات التي تسمى اليوم بالعراق وسوريا والأردن ولبنان هي نتيجة هذه الاتفاقيات. مثلا كيان إسرائيل، نعم إسرائيل أيضا كدولة تأسست منذ عام 1948 كانت من مخرجات هذه الاتفاقيات، كانت نتيجة التسويات التي تم الإقدام عليها بعد الحرب العالمية الثانية. كل ذلك يقول أننا لا يمكننا نتجاهل تلك الاتفاقيات، وأن الكرد خرجوا من المولد بلا حمص، رغم معاهدة سيفر التي طرحت نظريا كيانا كرديا ثم ألغيت فعليا عبر معاهدة لوزان برغم كان مصطفى كمال أتاتورك وضغط منه. القول أن نعم هناك ثورات ظهرت، ثورات كالثورة السورية الكبرى عام 1925 وانتفاضات العراق 1920، وكانت أيضا هناك حركات قومية كردية أيضا، لكنها لم تستطع أن تغير من المزاج الدولي والرغبة الدولية بترسيم المنطقة وفق ما تشتهي هي لا كما تشتهي الشعوب. نعم هناك منطق هو متبع منذ أكثر من قرن على هذه المنطقة، ودول كثيرة نشأت بقرارات استعمارية لكنها أصبحت لاحقا دول معترف بها ولا يمكن تجاهلها. إذن الحدود ليست مقدسة لكنها تتغير إذا توفرت شروط ثلاثة: أولها انهيار الدولة المركزية، ثانيها دعم دولي أو توازن قوى يسمح بذلك، وكذلك يجب أن يكون هناك جبهة داخلية منظمة. الآن ينبغي أن تسألني أي القوى الآن حاليا منظمة أو لديها تنظيم ذاتي وبإمكانها أن تتحرك وبإمكانها أن تحصل لاحقا على اعتراف دولي؟ كان الكرد على الرغم من تنظيمهم، على الرغم من ضحاياهم، على الرغم من مواجهتهم الإرهاب، لكنهم في يوم وليلة تم التخلي عنهم. نجد اليوم أن السودان انفصل في بداية 2011، أصبح منطقة جنوب السودان منطقة شبه مستقلة أو مستقلة، والتفكك اليوغوسلافي الذي حصل أيضا في القرن المنصرم، كل ذلك كانت نتيجة توافقات. إذا التوافقات الدولية هي التي تفتح المجال في تغيير الخريطة. في الشرق الأوسط الشرط الذي اكتمل في كل من جنوب السودان وفي يوغوسلافيا لم يكتمل، بما فيه المشروع الكردي. الكرد لم يرسموا الحدود ولم ينجحوا أيضا في توحيد مشروع سياسي واحد، دخلوا في صراعات داخلية، تركيا، سوريا، العراق، والخارج استغل الانقسام، لكن الانقسام نفسه عامل داخلي حاسم. نعم يتم استخدام التاريخ بشكل انتقائي لتبرير مواقف سياسية كما أسلفت، كل الأطراف تفعل ذلك سواء كانت دول أم حركات أم قوميات، والسياسة لا تعتمد هنا على الحقيقة التاريخية الكاملة وإنما على السردية الأكثر قابلية للتحول إلى قوة. نعم بما أننا متفقون أن الحدود رسمت بأيادي خارجية وعبر مراحل ونتيجة اتفاقيات، فإذا الشعوب لم تكن في يوم من الأيام صاحبة القرار الأول، رغم أن هذا أيضا لا يسقط دورها اللاحق ولا سياسيا. لكن الشرعية في السياسة هنا خاصة فيما يتعلق بالشرق الأوسط لا تبنى على الإرادة الشعبية بقدر ما تبنى على الإرادة الدولية، من ثم إرادة بعض القوى الدولية المهيمنة مثل تركيا ومثل إيران. من يملك القوة إذن هو من يملك واقعا قابلا للاستمرار. والحديث هنا عن عدم شرعية الأصل صحيح تاريخيا لكنه أيضا غير كافي سياسيا لتغيير الواقع دون أدوات قوة وتنظيم. طيب أنا طبعا كنت عم أحاول أعمل خريطة لحتى أناقشها معك، لأنه مأساة التقسيم اللي صارت أو اتفاقية سايكس بيكو
يعني أنا عندي وجهة نظر بالموضوع، ما بعرف إذا أنت بتوافقني عليها. أنا كنت عم بعمل مثل ما قلت لك، عم بعمل خريطة وأنت عم تحكي لحتى بس إنه مبدئيا إنه هاي الشعوب كيف انقسمت وكيف توزعت. إذا بتسمح لي أنا بس بدي آه، دغري هلأ هي صارت جاهزة. يعني إذا بتوافقني عليها. Okay, it's ready. Sorry. نعم، الصوت لديك انقطع يمكن. سوري انا لما سألت سكرته. طبعا انا هون انا حاطط اتفاقية سايكس بيكو كيف قسمت شعوب المنطقة بجرة قلم. ولكن انت لاحظ الاكراد، انا حطيت خط حوالي وين ممكن يكون توزع الاكراد. موزعين ب4 دول. العلويين موزعين بدولتين بشكل رئيسي. بالمناسبة العلويين بتركيا، ما بعرف إذا هي دقيقة الخط اللي رسمته، ممكن ما يكون دقيق. بس العلويين بين سوريا وتركيا، أنت عم تحكي على عدد هائل، يعني 12 مليون نسمة اليوم، ويقدرون بالعالم كله شيء 30 مليون نسمة، منه عدد صغير يعني. الجزء اللي أنا عملته تحته هي المناطق المسيحية. لما شكل لبنان قبل الانقسام بين لبنان وسوريا، الفرنسيين عرضوا على الموارني انه يضموا وادي النصارى. قالوا لهم لا، هدول روم ارثوذكس، نحن ما فينا ناخذهم. قاموا اخذوا البقاع اللي هو الشيعة. طبعا والجزء الاخير اللي انا رسمته هون هو عمليا الجزء هي الدولة الدرزية. يعني الدولة الدرزية هي تمتد من سويدا إلى جنوب لبنان. ما بعرف إذا هي الصورة واضحة، أنا ممكن أعملها بطريقة تانية شوي. ممكن تتوضح لاحقا، بس الصورة ايه تقريبا واضحة رغم أنه ايه كتابة كتير ناعمة فيها. ايه هو أنا ممكن ماني محضرة يعني أنا الحقيقة، بس أنا ممكن إني أرجع أعمل لها مثل إيديت. يعني عرفت كيف؟ عمليا هي المفروض إنه كانت تكون بشكل أفضل يعني. على كل إن هو أنا ممكن إني جيبها كصورة خارجية ما أعمل لها شير. بس اللي أنا قصدي أقوله إنه سايكس بيكو ارتكبت جريمة كبيرة الحقيقة، يعني بحق المنطقة كلها. لأنه الطريقة اللي تم تقسيم المنطقة فيها طريقة عشوائية جدا، وظلمت شعوب المنطقة بشكل هائل. يعني أنا فيني طبعا هلأ أجيبها كسكرين. خلينا نشيلها هاي، أعملها شير كسكرين instead window. هاي أكبر، منيحة هي. ايه ايه فلاحظ انت مثلا توزع الاكراد. لاحظ توزع الاكراد بالمنطقة هون. عرفت كيف؟ توزع العلويين، هاي مناطق العلويين. انه توزع هاي المسيحيين. الخريطه منقوصه احيانا، هيك الخريطه بتصير يتم شيوعها. هاي الخريطه مثلا ما بتتضمن كوباني، وما بتتضمن عفرين. طبعا استفدت هلا منها. هو انا ما لها دقيقة. عفرين طبعا هي الى الشرق من حلب، مزبوط كلامك. الى الغرب من حلب عفوا. بس انا نعم. عم بحكي بشكل عام
عم بحكي بشكل عام. اللي قسموا المنطقة، يعني رسموا مسكوا قلم وقسموها بشكل عشوائي، عمليا هن ظلموا كل شعوب المنطقة. لأنه على الأقل من حيث القوميات إذا بدك تعتبر، الدروز، لاحظ، الدروز والعلويين والكرد هدول قوميات، هدول مجموعات إثنية، هدول مو طوائف، هدول مو طوائف دينية. هاي بدنا نحن نوضحها، أن الكرد في منهم سنة وفي شيعة وفي علويين وفي يهود، منهم طائفة. هدول أنت ما عم تحكي بتوزيع طائفي هون. العلويين مجموعة إثنية أكثر ما أنهم هن طائفة إلى معتقد. نعم. فعمليا سايكس بيكو يعني خربت الدنيا. يعني هاي الشعوب لا يمكن أن تعيش مع بعضها إلا إذا كانت عايشة تحت أنظمة ديمقراطية علمانية بكل معنى الكلمة. طبعا نحن لما بنقول هون علمانية ديمقراطية، يعني أنت عندك نظام برلماني، عندك مجلس الشعب ومجلس الشيوخ لحتى مشان مجلس الشعب ما يمارس ديكتاتورية الأكثرية ضد الأقليات. يعني هاي شغلة في معظم الناس ما بتفهمها. يعني نحن اللي عايشين بدول فيها البرلمان مكون من غرفتين، نحن بنعرف انه هن اخترعوا مجلس الشيوخ لحتى الأكثرية ما تتحكم بالأقلية. انت ما فيك تبني دولة على أساس ديكتاتورية الأكثرية، هاي مو دولة. ولذلك بتلاقي انت دولة مثل فرنسا فاشلة. ليش فرنسا فاشلة؟ ليش ما نجحت ليش سياساتها ما نجحت مثل السياسات البريطانية مثلا، أو الأمريكية أو الكندية أو الأسترالية اللي ماشية على النظام البرلماني الحقيقي؟ يا أخي هاي شعوب ما فيها تعيش مع بعضها إلا إذا كنت أنت عم تطبق فعلا نظام عدالة سياسية بكل معنى الكلمة. بس نحن عايشين 1000 سنة لوراء، نحن عايشين 1000 سنة لوراء. وإلا ليش ما أعطوا الأكراد دولة؟ يعني شو السبب إلا إذا هن متعمدين يقسموا المنطقة بشكل إنه هي بحياتها ما تعيش بسلام، يعني ما إنه مخطط إلى أن تعيش انا بسلام. بميل الخيار الثاني، انه نقول لهم شغل بجغرافيه الشرق الاوسط وبدهم خط رجعه. هي خط رجعه هو هذا الاتفاق سايكس بيكو. يعني بدليل موضوع الربيع العربي اللي عملوه، ما كان غرض منه تفتيت، غرض منه حروب الوكاله، غرض منه بيع السلاح، غرض منه الاستفاده. يعني استفاده من هي الصراعات، من هي من اجل انتزاع هي الموارد. يعني بالتأكيد يعني هو له مصالح يعني. ولكن شعوب المنطقة المشكلة نحن شيلك أخي من التأثير الغربي. نحن ما فينا نضل نلوم الآخرين على مأساتنا وعلى تخلفنا وهمجيتنا. شعوب المنطقة يعني أنت الأكثرية ما عندها استعداد ولا بأي شكل من الأشكال إلا أن تتقبل فكرة الديمقراطية أو فكرة الحقوق الإثنية. يعني أنت دولة مثل تركيا تدعي الديمقراطية اليوم، تدعي الديمقراطية، لليوم ما قادرين يعترفوا بحقوق الأكراد. لأنه عمليا إذا اعترفوا بحقوق الأكراد وحقوق العلويين، هن الأتراك صاروا أقلية عمليا. يعني صارت فضيحة بالنسبة لهم، وما مستعدين ولا بأي شكل يتقبلوا حقيقة أنه هن إذا بدهم يعيشوا مع هاي الشعوب الموجودة معهم بدهم يتصالحوا معها بالأول. بدهم يتصالحوا مع الأرمن، بدهم يتصالحوا مع الأكراد، مع العلويين ومع العرب. دولة متعددة الأعراق واللغات تركيا، على أي أساس أنت مسميها تركيا؟ ليش اسمها تركيا؟ يعني هي تسمية الدولة، هاي الدولة التركية هي أفضل من تسمية سوريا الجمهورية العربية السورية؟ أخي أنا ماني عربي، أنا آرامي، ماني عربي، أنا ماني عربي. ليش جابرني إني أكون عربي يعني بالغصب؟ يعني بدك تكون عربي، بدهم يجبروك إنك تكون عربي غصبا عنك. تعال أفرجيك. أنا ما بعرف إذا مفرجيك إياها ولا لا. هذا الدي إن إيه تبعي، تفضل. أنا هذا الدي إن إيه تبعي. شو بيقول لك؟
100%. 100%. 100% سوري. تفضل. 100% سوري، يعني هن ما بيقصدوا انه انت ماني عربي. عربي، السوري انا هذا ماني شيء عربي. ثاني، هذا السوري موجود هذا بالضبط. قبل ما يجي العربي بالضبط. ويتفصحن بهي المنطقه. نحن سكان جبال عمليا، يعني من 2000 سنة سكان جبال، ما انخلطنا. أنا هذا بتحكي، بدك تحكي بالقومية، ها تفضل. مين له حق يقول لي إنه هاي ما أنا أرضي أو أنا ماني سوري؟ يتفضلوا هذول جماعة بني عو، يتفضلوا. يتفضلوا هني والفلسطينيين ما بعرف شو كل هالقرطة هاي، يتفضلوا يعملوا لي دي ان اي لشوف هني قرعة ابوهم مني. بالفعل. لا، هذا اسلوب شجاع طبعا. الدي ان اي منطقي وعلمي وبيكشف الامور على سجيتها يعني. يا بدك تعيش يا بدك تعيش يا بدك تعيش تحت نظام علماني حقيقي وتنسى اصولك اللغويه واصولك القوميه، بحيث انه يكون في مساواه. يا اخي احكي اللغه اللي بدك اياها، افتح المدرسه اللي بدك اياها. شو بضرك انت اذا كنت عايش بدوله بتحترمك؟ هاي ليك هون باستراليا، ليش في قوميه باستراليا ما عندها لغه، ما عندها مدرسه لها وما بتدرس لغتها شو مشكلتك انت بالموضوع؟ يعني اذا الكردي بده يعني كل يدرس لغته. روحتهم وجيتهم عشان بس مشان تكون اللغة الكردية لغة رسمية بالمناطق الكردية، وما عم يعطوا هذا الحق. يعني عم يقولوا تعوا كونوا عبيد إلنا وخلاص، لا تفكروا بشيء ثاني. طيب إذا أنتم عم تدعوا أنكم ثوار وجيتوا واسقطتوا نظام قتل فيكم الآلاف، طيب أنتم شو بتفرقوا عن هذا النظام؟ إذا أنتم ماكم مستعدين انه هذا الشخص الكردي بده يتعلم بلغته، بده يروح على الجامعه بلغته، بده يكون دكتور ومهندس بلغته، شو المانع؟ ليش هالخوف يعني؟ خوف من شو يعني؟ اذا انت خايف معناته كيف بدك تبني دوله؟ اذا انت خايف كيف عم ما في هو تتنطع ما هو بالديمقراطيه؟ ما اصلا انت حتى بالنسبه الديمقراطيه له. بتعتبرها كفر، يعني ما ايه. بتلفظها حتى. طيب هذا كيف بدك طيب شو تعيش معه؟ بدك وشو بدك وشو الغايه من كل هالدماء؟ طيب انت انت شو بدك تتامل منه وكيف بدك تعيش معه؟ لهذا انا بس بدي افهم. يعني انا لما بيجي واحد هلا بيقول لي والله نحن اولاد شعب واحد ونحن ما بعرف شو كذا ولازم نتفاهم، تتفاهم على شو؟ على شو بدك تتفاهم؟ على شو بدك تحكي؟ اذا انت حقوقك الرئيسيه، انت ككردي حقوقك الحد الادنى من حقوقك ممنوع تحكي فيها، والا بتصير كافر وتستحق الذبح. انت عربي غصب عنك اخي، ما عربي الكردي، ما عربي. ممكن الكردي يكون بيتشارك مع الفارسي بالجينات تبعه، ممكن يعني، بس اخي ما عربي، ما له علاقه بالعرب ولا من قريب ولا من بعيد. انت عربي على عيني وراسي، بس انت بدوله متعدده الاثنيات ومتعدده الطوائف. ما في لك حل الا انك تكون في عندك نظام علماني حقيقي تحفظ حقوق الصغير قبل الكبير. يعني انا كنت اتقاتل مع اخي الصغير، كان ابي يطلع ضدي اللي لانك انت الكبير. ما يعني ما شغلي مفهومي يعني. انت الكبير وانت الافهم وانت اللي بتتحاسب يعني. الخط الاعوج من الدور الكبير كان مقتنع فيها، وهذا مزبوط. والا انت الاكثريات. انت كل دوله فيها اكثريه، بس اذا هاي الاكثريه بدها تتحكم بالاقليات وبدك تمشيهم على كيفهم وبدك تحط لهم القانون اللي انت بدك اياه، وبدك حتى الطلاق والزواج على قانونه هو، كيف بدها تزبط؟ صعب. يعني بموضوع السياسة الدولية حاليا لا توجد شرعية واحدة، هناك ثلاث طبقات. هناك شرعية تاريخية، وهناك شرعية قانونية دولية، وأيضا هناك شرعية أمر واقع. الشرعية التاريخية إنه بيحيلنا للسؤال كيف نشأت هي الكيانات الجغرافية بالشرق الأوسط.
بينما الشرعية القانونية أنه أي شيء بده يصير لازم الأمم المتحدة تعترف فيه. والشرعية الثانية شرعية أمر الواقع، وهي الحاكمة بالشرق الأوسط. عندك قوة، عندك سلاح، أنت صاحب الحق. ما عندك قوة، ما عندك سلاح، ما عندك شزاز آفاق، ما مو معترف فيك. حاليا الأمم المتحدة هي ما كانت إلا ممثل لحكم الأقوياء على الضعفاء. بس الألمان، هلا أنا في شيء بيتطرق لبالي، الألمان بيعتبروا حالهم بالحرب العالمية الأولى ظلموا بمعاهدة فرساي، اجى الحزب اليميني بزعامة هتلر واستفاد من هاي مظلومية الألمان وكسادهم الاقتصادي، وعمل حرب طاحنة راح فيها ضحايا من الألمان وكمان من اليهود ومن الشيوعيين من كل الملل. لكنها بعدين في الحرب، بعد نهاية الحرب، رغم هزيمة الألمان ورغم أنه صاروا عمليا أربع كيانات، لكنهم حاربوا وكافحوا حتى نالوا استقلالهم، نالوا يعني وحدتهم بعد ال 91، بعد انهيار جدار برلين. هلا لو فهمنا هي التجربة الألمانية، لا عرفنا أنه هي تجربة أيضا كان تعرضت لإرهاصات، كان ممكن تفشل، كان ممكن الواقع الألماني لحتى هذا الوقت واقع مجزأ، بس قدروا يعني يوقفوا على رجليهم. بينما الشرق الأوسط هو باعتقادي مكبل بمفاهيم لاهوتية غيبية وبأمثال شعبية كلها تقهر التشاركية بين الرجل والمرأة، وهو عمود التفاهم وعمود الأمم، عمود الدول. إذا ما كان هاي موجود هذا المساواة بالحد المقبول مو الأدنى بين الرجل والمرأة، وبعرف المجتمعات الإسلامية، حتى لما تلاقي المجتمعات الإسلامية بالاسم دول، ولكن مجتمعات مفككة لا يكاد يجمعها لا دين ولا مذهب ولا شيء، عبارة عن قطاع طرق، أو عبارة عن قبائل يعني تعيش القطيعة عن التاريخ إلى غاية هذا اليوم. معناها تأثير الخطاب الديني ايش قد له مفعول. تأثير الخطاب الطائفي ايش قد له قدرة يعني سيئة على انه تخلي هي الناس بحكم ايمانها بجملة المسلمات الدينية انه تتخلف عن ركن نظام المواطنة وركن الدولة. يعني نحن بنلاقي دول صارت بالغصب، بس ما صارت عن قناعة، وما صارت عن يعني الناس ما تعبوا فيها، مثل واحد لما يربح باليانصيب كذا مليون وبصير يزت مصاري هون وهون وهون بدل ما يستثمر هالمصاري. فهي الدول صارت نتيجة مشيئة استعمارية، مشيئة فرنسا وإنجلترا. يعني الشعوب عمليا ما تعبت، شعوب ما حصلت شيء بإرادتها بفكرها. امبارح كان في مقابلة كنا نحكي عن، سألني المذيع سؤال، قال ليش ما صارت حركات تنويرية على غرار عصر الأنوار اللي بزغ بأوروبا، مو بخلال هذا العصر، ومو من خلال أفكار جان جاك روسو وكتابه اللي يعد عقد الاجتماع اللي يعد إنجيل الثورة الفرنسية، وأفكار رينيه ديكارت وفلسفة الشك وأفكار كانت ويونغ وإدلر. ليش حتى الآن إحنا ما عندنا فلاسفة؟ حتى هذا الوقت ما عندنا فلاسفة، ما عندنا منظرين، لا عرب لا كرد ولا غيرهم، ما عندهم منظرين، ما عندهم شيء يقدموه. طيب على أي أساس بدها تنتفض أو بدها تصير حركات تنويرية وبدها تقود هاي الأمم إذا كل حركاتنا مسلحة ولها أبعاد دينية وطائفية وقومية وهمجية؟ طيب على أي أساس بدها تبنى مواطنة، وعلى أي أساس هاي الدول رح تتطور؟ هاي دول مستهلكة فقط، يعني تعلف من يومها، عايشة فراغ خلفته حقب من الاضطهاد، من العهد المملوكي للمغولي للعثماني،
لا للاستعمار اللي فرض بعد الثورة الصناعية اللي قامت بأوروبا. فهي حقيقة، يعني هي الشعوب ولا مرة عاشت بتاريخها فترة استقرار أو فترة ازدهار، لا من الجانب المعنوي ولا من الجانب المادي. شعوب مركوب عليها من أكثر من 400 سنة. لا، وقبلها ما كان في إمارات إسلامية متصارعة على السلطة، كانت تقتل ببعضها البعض. يعني أنت اللي فترة ذهبية مر عليها الشرق الأوسط لا فترة توجد. محدودة جدا، فترة محدودة. دور لي على منظر يعني بسوية ديكارت وكانت الشرق الأوسط، لا يوجد. ما في. رح تقول لي فراس السواح، حتقول لي ادوارد سعيد، حتقول لي مثلا صادق النيهوم، كلهم ببغاوات للفكر الاوروبي جمله وتفصيلا. حتى الشعر، هذا الشعر الحديث صار اللي صرعونا فيه هو نسخه عن الفكر الغربي. نقد غير موجود اصلا. نقد فن اوروبي، المسرح فن اوروبي، بيقولوا طقوس الاستسقاء مسرح، هلا صار يعملوه مسرح. شو المسرح؟ وما في غير النوم على ارائك التاريخ، نحن كنا ونحن عملنا ونحن. بس من ايمتى؟ من اكثر من يمكن نصف مليون كان الشرق الاوسط شرق. بس ما كانت هي الشعوب الحاليه هي اللي كانت رائده الشرق، كان شعوب قبلنا. هي الشعوب نصها يا اما انصهرت او اكثر من نصفها ابيدت عبر مراحل. فاذا نحن اذا بدنا نفهم عله الشرق الاوسط وعله وجذر كل القضايا، جذرها الاساسي وعلتها الاساسي دينيه. هلا الاوروبيين كيف تمكنوا وعملوا ثوره عصر الانوار والثوره الصناعيه؟ بعد ما وضعوا حد لمحاكم التفتيش المسيحيه اللي قتلت كثير طبعا. من المعرفيين والمتنورين عبر التاريخ. طبعا. قالوا لا، قالوا كلمتهم، وتطورت اوروبا من يومها، وصارت اوروبا الحضاره اللي عم نشوفها حاليا، واللي هي النموذج الاوروبي، هو النموذج الوحيد على مستوى الكره الارضيه الذي يعتد فيه. يعني فيه نسبه جيده من القيم، نسبه جيده من الحضاره، نسبه جيده من التعايش. دلني على نموذج اخر مشابه للنموذج لا، الاوروبي. خذ انت النموذج البريطاني. يعني انت الدولة الصغيرة عمليا، نعم. الدولة الصغيرة اخترعت البرلمان، اخترعت ما يسمى بالبرلمان او اعادت احيائه من الفكرة الرومانية القديمة. اخترعت البرلمان، اخترعت الديمقراطية، وانشأت اعظم دول ديمقراطية وحرة بالعالم، واللي قادت العالم اخر 100 سنة تقريبا. عندك من الولايات المتحدة وكندا، الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلاند. بالاضافة اذا بدك تعتبر دولة مثل الهند اللي هي اكبر ديمقراطية بالعالم، منين تعلمتها؟ تعلمتها من بريطانيا. طبعا. هاي دولة هالقد قدها هي عمليا صدرت الديمقراطية للعالم كله الأوروبي. المشكلة بالناس اللي حتى هون أنا أول ما إجيت على أستراليا نقعد نحكي مع الباكستانية ولا الشعوب خيو، شعوب فايتة بالحيط. وبيجي واحد، يعني أنت طبيب، تخيل طبيب باكستاني واقف بنص الامرجنسي ومعه جماعة أستراليين وكذا، وبيقول لهم هتلر was good I like him. يعني لك انت شو عم تخبص؟ يعني اخذته على جنب بقول لك يا زلمه انت يعني قاعد ببطنهم عم تنتف بدقنهم. طبعا هن بكل تهذيب عم يحاولوا يقنعوه. عرفت شو؟ نعم. اخي انت بتحب هتلر، شو قاعد عم تعمل هون؟ شعوب مريضه يا رجل، شعوب مريضه بشكل ما طبيعي. يعني شعوب مريضه، يعني ما فيك انت تشفق عليهم بشيء بنوب. لك شو حببك بهتلر؟ بس لانه بده يقتل اليهود؟ بس هو مسلم وهداك بقتل اليهود، خلص حبه. انت قاعد هون عم تتنعم بكل هالنعيم. انت هاي الشعوب، يعني هذا الشعوب الاستراليه والنيوزيلنديه قليل ما ضحت بالحرب العالميه الاولى والثانيه. لكن اليابانيين وصلوا قصفوا داروين، يعني وصلوا لحدود رح ياخذوا استراليا لولا شوي. هاي شعوب ما وصلت لهون، ما وصلت لهون هيك بالهبل يعني.
نحن شعوب الله وكيلك عايشين، يعني عايشين ما بعرف وين، عن جد ما بعرف كيف بفكروا. وما قد ما تحاول تحكي معه وتحاول تفهمه ويقول لك يا عمي هاي الناس تعلمت من أخطائها، بس هو إذا ما اعترف بأخطائه لا يمكن إنه يتطور. وبيجيك التركي بيقول لك نحن ما ذبحنا الأرمن، هني اللي تمردوا علينا ونحن دافعنا عن أرضنا. طيب شو كيف بتحل معه هذا؟ هذا لا يمكن انه يقدر يبني ديمقراطيه، ولا يمكن يقدر يبني دوله. وشوف تفرج عليهم اليوم، شوف وين وصلوا. هذا التطور الطبيعي لهم، هذا هو التطور الطبيعي لهم. اليوم وصلوا لمرحله اقتصاد منهار، بلد عم يشحد، عم يبيع الذهب بس ليعيش، وعندك رئيس ديكتاتوري بيضل يغير الدستور لحتى يضل هو يحكم ويحكم ابنه بالاخر. هاي نعم، يعني تركيا ديمقراطيه؟ وإيران هن بيستخدموا المنطق الأمني والعمق الجغرافي والنفوذ السياسي والميليشياوي، وكلا الدولتين محكومتان بقيود دولية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل روسيا، من قبل الاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي. يعني هن شحادين، عبء زائد على وجه على سطح الكوكب، والذي يرسم الحدود تاريخيا هم الغرب، والذي يسيطر سياسيا اليوم هم الغرب، ومن يقرر ويشرع ويقونن هو الغرب، يعني بشقه الأوروبي الأمريكي وحتى الإسرائيلي. يعني الإسرائيليين محسوبين على الغرب، محسوبين على الأمريكان يعني. طيب الموضوع اللي أنا كنت بدي أسألك لشوف إذا في تغيير، هل هناك أي تغيير بوضع الأكراد بإيران؟ هل في أي حركة، هي في أي بلان، ولا ما زال الوضع كما هو معلق وتحت الإرهاب التركي، تحت الفيتو حاليا لا يوجد التركي؟ أي تغيير. هناك زيارة، جرت زيارة من قبل بغداد لإقليم كردستان من أجل التحدث حول بعض الملفات، رغم أن إقليم كردستان يتمتع بسلطة شبه مستقلة، إلا أنه أيضا محكوم بوصاية بغداد، لا يستطيع التحرك. وكذلك هذا النموذج أيضا سيكون بأقله في سوريا أيضا. لن يكون هناك اعتراف دولي كامل، وإنما سيكون هناك بروتوكول غير معلن بين الكرد وبين حكومة الجولاني. والواقع طبعا كما استفنى يصنعه الأقوى. الفكرة إذا كان الواقع هو من صنيعة الأقوى، فهذا إذا تحقق الاستقرار الداخلي، وإذا تم هناك أو حدث قبول خارجي ضمني، وغاب المنافس القادر على كسر هذا التوازن. نعم، الحدود نتاج قرارات خارجية تاريخيا. الشرعية لا تقوم على الأصل وحده. القوة هنا عنصر حاسم في تشكيل الواقع السياسي. بالنسبة لإقليم كردستان يتمتع بخصوصيته شبه المستقلة. بالنسبة للواقع في واقع الكرد في تركيا أو واقع الكرد في إيران لا يزال يراوح في مكانه. النظام الإقليمي في الشرق الأوسط سواء في إيران في تركيا والكرد بينهم هو نتيجة تفاعل مستمر بين القوة والاعتراف والتوازن الدولي وكذلك الانقسام الداخلي. إذا يمكن تفكيك هذا الإطار على الحالة الكردية تحديدا، سوريا، تركيا، العراق. هنا يمكن أن نسأل في أين تعمل القوة وأين تتعطل فعليا؟ هو السؤال والله سؤال صعب. يعني هلا انت وين بدها توصل الامور معنا بهالمنطق؟ هذا صعب الواحد. بس بالمناسبه نحن لانه كان في اكثر من سؤال ذاك اليوم بالمناسبه على وضع الاكراد الحالي عمليا، ما زالت الصوره غير مبهمه بالمناسبه. نحن ما بنعرف شو هو وضع الاتفاق بين
القيادة الكردية مع عصابة جبهة النصرة في دمشق يعني. هل وضحت الصورة ولا ما زالت القصة وما زالت القصة ضبابية وما حدا بيعرف شو اللي صاير؟ امبارح تابعت بعض مقتطفات من مقابلة ستيبان حمو اللي صار هلا معاون وزير الدفاع في المنطقة الشرقية. عم يطمن، عم يعطي شغلات منيحة، انه الامور على ما يرام، انه الاندماج وصل لمرحلة مهمة ومنيحة، وانه وكان تحكي إلهام أحمد انه عم يعرض علينا منصب نائب وزارة، كأنه موضوع مناصب وموضوع حقائب. إذا كان هذا الموضوع هيك فليش كل هالدم وكل هالتضحيات وكل يعني كل هالأمور؟ يعني كمان هم فايتين بالحيط يعني صراحة، مو عارفانين يعني شيء يعني الموضوع المفاجأة هاي الصدمة لسه ما فاقوا منها. هاي صدمة إنه نحن يلا لحالنا يعني. في جلد للذات مو طبيعي بين الكرد سائد حاليا هي الفترة. يعني هلا مثلا اقليم كردستان عنده كمان مشاكل بما يكفي. صحيح عنده حكومة إقليمية، صحيح عنده برلمان، قوات بيشمركة، إدارة اقتصادية، نفط، جمارك، استثمارات. طبعا هذه الأمور بطبيعة الحال تعطيها القدرة على التفاوض مع بغداد وتعطيها هامش قرار داخلي فعلي. لكن أين تتعطى القوة؟ الدستور العراقي سنة 2005 يجعل الإقليم ضمن دولة اتحادية. بغداد تتحكم بالميزانية العامة إجمالا وتصدير النفط جزئيا، وكذلك تتحكم بالمنافذ السيادية. والخلافات دائما تحصل على الرواتب وعلى كركوك وعلى النفط. صحيح أن النموذج يشبه الدولة لكنه غير مكتمل سياديا، والقوة موجودة لكنها مقيدة دستوريا وكذلك ماليا. بالنسبة لواقع غرب كردستان، قوات سوريا الديمقراطية كانت تسيطر على، ما تزال تسيطر، ولكن يعني يتم تقليص هذه السيطرة. شمال شرق سوريا جزء كبير من النفط والغاز لا يزال بيدها، وسجون تنظيم داعش أيضا لا تزال بيدها. هي إدارة ذاتية فعلية على الأرض. أين تتعطل القوة؟ تتعطل القوة عند غياب الاعتراف الدولي الرسمي والاعتماد الأمني فقط على التحالف الدولي، والضغط المستمر من قبل تركيا ومن قبل الحكومة السورية. الوضع السياسي هنا لا يوجد أي اعتراف دولي كامل، بل ثمة ترتيبات غير معلنة أو بروتوكولات أمنية إدارية ضمن دولة سوريا مركزية، أي ثمة اندماج جزئي لا انفصال. النتيجة هنا هناك قوة ميدانية، لكن ثمة شرعية سياسية تتقلص وهي منخفضة بطبيعة الحال. ربما هنالك قابلية لإعادة التفاوض أو إعادة الدمج. بالنسبة للكرد في شمال كردستان، تركيا حزب العمال الكردستاني فرض طيلة بقائه معادلة أمنية وامتداد عابر للحدود سواء مع سوريا أو مع العراق، ولديه أيضا نفوذ سياسي عبر أحزاب كردية متمثلة بدم بارتي. أين تتعطى القوة هنا عنده؟ الدولة التركية طبعا تملك القوة العسكرية وتملك السيطرة الأمنية الصارمة داخل المدن، ولديها أدوات قانونية، لديها قدرة على الاعتقالات متى ما تشاء، قدرة على حظر الأحزاب، وقدرة أيضا على تعيين أوصياء على البلديات، وخصوصا بعد انهيار العمل المسلح كخيار فعلي بعد مسار 2025 و2026. القوة الكردية هنا مجزأة ومحدودة، تتحول من عسكرية إلى سياسية مدنية تحت ضغط شديد. بالنسبة لكرد إيران أو كرد شرقي كردستان، هناك حركات كردية تعمل خارج الحدود أي في كردستان العراق، وثمة بعض من الأنشطة السياسية الاحتجاجية لكنها محدودة. أين تتعطل القوة؟ الدولة الإيرانية أيضا تملك مركزية أمنية قوية، وأيضا تستطيع وقادرة على ضبط صارم الحدود عبر مؤسساتها المتعددة، ولا يوجد أي منطقة حكم ذاتي في كردستان إيران. بمعنى
أن أقصى درجات التعطيل السياسي الكردي في إقليم، ولا توجد بنية قوة مستمرة داخليا. هنا أستطيع بطبيعة الحال أن أقول خلاصة أن القوة العسكرية، الإدارية، الجغرافية، وهناك واعتراف دولي ضمني ولكن غير معلن، ولا يوجد حتى هذه اللحظة منافس قادر على كسر هذا الوضع. تأملنا خيرا بما سيحدث بين إيران وأمريكا، لكن الآن لا يوجد شيء يمكن أن نبني عليه. تارة يقول ترامب أن الأمور تتجه نحو التهدئة، وتارة نحو التصعيد، لكن ما أراه واضحا أن إيران ستتعرض لحصار سياسي واقتصادي شديدين، وبذلك حينما تحت وطأة هذا الحصار السياسي والاقتصادي سينهار النظام الإيراني، ولكن عبر مراحل وبالتدريج. طبعا نتأمل ذلك تماما. طيب ريبر، نحن تقريبا صلنا ساعة، طبعا نحن بلشنا متأخرين بطبيعة الحال. في عندك كلمة أخيرة قبل ما ننهي؟ ونحن طبعا بنشوف كيف الأمور بتمشي بحسب الظروف والتغيرات الإقليمية. نحن أكيد رح نجتمع مرة تانية، ولكن ما عندنا قابلية مشان الشباب يعني يفهمونا. ما عندنا قابلية إنه نكون بشكل دائم بنفس الوقت بشكل أسبوعي، فنحن بدنا نتركها لحتى تصير الأمور يعني كل ما صار في عنا بعض الأمور اللي نحكى فيها ممكن نطلع لايف. بالضبط، تماما. أنا بأيدك. نعم. هلا في عندك كلمة بدي أخيرة؟ أحكي شيء نهائي، أو مثل منذ عام 2018، منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، فرضت حزم عقوبات واسعة على إيران، وأدى ذلك إلى انكماشات متكررة في الناتج، وإلى تضخم مرتفع ومتقلب غالبا بين 30 ل 50% في سنوات عدة، وتراجعت قيمة العملة بشكل واضح. رغم ذلك لم يحدث أي انهيار سياسي، واستمرت مؤسسات الدولة الأساسية كما كانت. العقوبات تضعف الاقتصاد وتضغط على المجتمع، لكنها لا تسقط الأنظمة تلقائيا. ولكن ما أمله أنه إذا كانت ثمة أشياء، حصار مزمن، تحكم شبه كامل من قبل الولايات المتحدة على مضيق هرمز، هذا لا ينهار بنيته الأمنية المتعددة، مثل حرس ثوري، استخبارات وقضاء، وقدرة عالية على الضبط الداخلي، واقتصاد تكيفي مثل شبكات التفاف على العقوبات والتجارة عبر الوسطاء، وعلاقات مع قوى مثل الصين وروسيا. وبما أنه لا يوجد حتى الآن بديل موحد، أن المعارضة الإيرانية مفككة، والحركات الاحتجاجية مثل احتجاجات عام 2022 كانت واسعة لكنها غير منظمة وتم قمعها بسهولة. العقوبات قد تحدث تأثيرا إذا تزامنت مع انقسام داخل النخبة الحاكمة. هذا ما أقوله دائما، أنه كل الأنظمة عندما تنهار يبدأ الانهيار من خلال الانقسام الذي سيحصل بين النخب الحاكمة. ويجب أن يكون هذه المرة يقوم ترامب بإحداث أزمة اقتصادية حادة في إيران تفوق قدرة الدولة على احتواء هذه الأزمة، بذلك يسقط النظام. نعم. ويجب بالتزامن مع هذا أن يكون هناك حراك داخلي منظم ومستمر، وضغط خارجي متزامن سياسي وأمني، يعني إطباق الكلبشة عليها داخليا وخارجيا. هذا سيؤدي إلى انهيار التدريجي، لكنه حاليا وفق المعطيات النتيجة هذا التلكؤ الأمريكي والتردد الأمريكي هو احتمال ضعيف. مثلا هناك بالنسبة للمشهد الكردي الإيراني، هناك لا توجد إدارة ذاتية في كردستان إيران، وهناك عمق جغرافي آمن داخل البلاد، والنشاط المسلح خارج الحدود محدود التأثير، والنشاط السياسي داخل إيران مشتت ومراقب أمنيا. ماذا يعني ذلك؟ يعني في حال ضعفت الدولة
لا توجد بنية جاهزة لتحويل الضعف إلى مكسب سياسي كردي سريع. بخصوص التوتر الأمريكي الإيراني، التصريحات المتقلبة من قبل دونالد ترامب تعكس عدم استقرار في الخطاب، لكن السياسة الفعلية تحكم بمؤسسات أوسع. لا توجد مؤشرات عملية على مسار قد يؤدي إلى تغيير النظام، بل هناك احتواء وضغط طويل الأمد. بمعنى آخر، العقوبات تضعف إيران ولكنها لا تكفي لإسقاط النظام وفق الصورة الحالية. لماذا؟ لأن الأجهزة الأمنية متماسكة ولا يوجد بديل داخلي منظم. والرهان هو في نهاية الكلام انهيار تدريجي بفعل الحصار فقط. غير ذلك انهيار النظام الإيراني على المدى السريع غير ممكن. أنا أؤيدك 100%. أنا بأيدك 100%، وهذا اللي لازم يصير. هذا اللي لازم يصير. على كل نتأمل أنه هالشيء يصير، لأنه من دون سقوط النظام الإيراني الأمور كلها معلقة بالنسبة لنا. شكرا ريبر، نحن صلنا ساعة وشوي. شكرا ريبر، شكرا جزيلا، ومنطل على اتصال. تمام. في أمل اللقاء القريب، وشكرا للي تابعونا اليوم، ونلتقي ممكن بعد أسبوعين أو 3 لنشوف شو بصير بهالدنيا. يلا باي باي. تمام. باي باي. كون خير، تصبح على خير. باي باي.